هو الاسرع الاصبحي جميله يعطي عرضيه للنصير يوسف رابح وحول الارسال. متى سياتي الهدف نتعطش تنفذها بسرعه زيدو يعني حتى الطريقه باش تنفذ الخطا بسرعه كبيره كيمرر الاصبحي الاونداما بلانتيريور باطن القدم ارسل كره من تقريبا 22 متر داخل مرمى فريق شباب الريف الحسيمي. عقيد عصام الحلافي يمكن رشاد الاعاده كان ضربه خطا بسرعه تم تنفيذ الخطا في غفله من لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي. الوداد متقدم ب1-0. الوداد هنا اذا كان ممكن رشاد من زاويه اخرى هنا الهدف يعني الهدف مباغت لفريق الوداد وفرحه كبيره الانصار فريق الوداد هنا في ملعب ميمون العرسي. بالتاكيد زميلي نور الدين بمهول اذا كان ممكن المباركي ينطلق المباركي يمرر يمكن نقول هدف من طراز رفيع، يمكن نقول لوحه فنيه اكثر من انه هدف لانه صاحب الصنعه والحريفي الكبير. ويمكن نقول بهذه الكره نقايشي بلغه كره القدم نقايشي هو اللاعب مباركي. لما نقول كلام ما غنتركش الكلام على عواهنه. نشاهدوا زميلي نور الدين اعطيني الصنعه من البدايه، شوف عمل الفنان، شوف شنو عمل المباركي، طريقه باش حصر وباش مشى وباش مرر رسم مثلث من طراز الرفيع ما بينه وبين طاهر ايمن الرعدوني. لما نقول شوف شنو غيعمل هنا، شوف صناعه لاعب هنا، لاعب صناعي حريفي غيمر كره بينيه هنا غادي ينطلق مشرد هنا غياخذ الكره غينطلق لاعب غادي يمرر الكره او روتري ونفس اللاعب جاي من دابا يعني غادي يسدد وغادي يسجل. يعني هدف رائع لفريق شباب انصار فريق شباب الريف الحسيمي يخلقون الفرجه في المدرجات الى جانب انصار فريق الوداد. فخوري في وضعيه صعبه، في وضعيه خطا فادح ايفونا اخطاء فادحه وايفونا يحلق عاليا في الدوري الوطني لكرة القدم. ارتكب خطأ يمكن نقول فظيعا الفاخوري، ولكن هناك القناص وهناك العين التي لا تنام في الخط الامامي. هناك قطار مكوكي في الخط الامامي امامكم ابن 24 ربيعا المدافع الشرس. انا كان عنده حلول كثيره، يعطي الحارس، يخرج كره التماس، يرميها المدرجات، عنده حلول كثيره. انما نسلى ايفونا واستغل الخطا وسدد الهدف الثاني له في هذه المقابله والهدف رقم 12 له في الدوري الوطني والهدف السابع في 3 ديال المقابلات. جوج ديال الاهداف في الدوره 19